ازاي تفرق بين الرهاب الاجتماعي وان انت تكون شخص بس خجول وطبيعي، بس الناس هي اللي رخمة. اول حاجة الرهاب الاجتماعي ده ان كل حاجة تطلع عن المألوف بشكل زيادة عن اللزوم، ويبقى ليه اعراض من وانت صغير. يعني وانت صغير مثلا تكون فعلا بتخاف من الناس، محدش عمل لك حاجة بس انت بتبقى خايف من الناس، ملهاش علاقة بقى اللي قدامك بيعاملك وحش او حاسس ان حد بيكشر في وشك فبتصوت. ما ده طبيعي. لكن الحالة الطبيعية دي طبعا الحالة المرضية، ان انت لما يكون حد ما عملكش حاجة انت اصلا خايف من الناس، انت خايف بس. لكن الحالة العادية اللي انت تعرف فعلا انك خجول واللي حاصل لك ده بس يعني هو ذعر من الناس، وده ذعر طبيعي. حواليك بيعاملوك معاملة وحشة فطبيعي هتبقى متضايق. كتير بيحصل لك مواقف انك ما بتاخدش حقك فطبيعي هتبقى متضايق. الحاجات دي كلها، الحاجات دي تتكرر ورا بعض. مش عارف تاخد حقك، خذلان كتير. الناس برضو بقت بتخض، يعني برضو يعني فعلا حرفيا انت بتصحى الصبح ما حدش بيقول لك يعني مش صباح الخير، لا هو هوهو. نقعد نهوهو على بعض كده اول ما نصحى. فطبيعي طبيعي ان انت تكون حاسس انك مش عايز تطلع من البيت تاني ومش عايز تتعامل مع الناس، واي حاجه يبقى فيها تعامل مع الناس بتبقى صعبه، واي خروجه فيها ناس وفيها اجتماعات بتبقى صعبه. انت مش عارف الكائنات دي هيطلع منها ايه شويه كده، لأن من كتر يعني بتتعامل في الطبيعي فبتلاقي مفاجآت فظيعة، فمش حل هتطلع وتتعامل بقى وتشتغل أو الحاجات دي. فانت كده انت طبيعي. مش عارفة برضو بصراحة احنا بقينا بنتعامل مع بعض بالطريقة دي ليه؟ يعني ليه تعاملنا مع بعض بقى عامل كده؟ بقينا بنخوف بعض من الخروج في الشارع. آه، يعني مش عارفة، مش شايفة عذر لقلة الذوق دي وللتعامل الوحش. رخمة رخمة يعني برضو. يعني انت مثلا لو فكرت مثلا قلت خلاص مالكش دعوة بالناس، ما عندناش احنا الكلام ده. يعني لو بحس برضو ان انت لو حد لقاك كويس مبسوط او خلاص حط هاند فري في ودنك تسمع اي حاجة شكلك مرتاح، لازم بيحاولوا يغلسوا عليك بأي طريقة. حد بيطلع فجأة كده قاعد نط جنبك، الجرسون يخضك في اي حاجة يقول لك مش عارف عايز ايه. في حاجة كده لازم تحصل، المهم هيغير حد هيعمل صوت جنبك مزعج، لازم لازم لازم، بالذات لو عامل مود كده. وارد، لا ممكن تكون انت عصبي، بس هو حقيقي الموضوع يخلي اي حد ما عندوش رهاب اجتماعي يقول رهاب اجتماعي من كتر التعاملات الفظيعة اللي بنعملها مع بعض. الموضوع ده بيفكرني برضو بأهمية فعلا اللي هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك لأخيك صدقة، كل معروف صدقة. يعني كل حاجة، يعني قد ايه ممكن مثلا ابتسامة تفرق، ممكن تقلب لك يومك. على الصبح حد ابتسم في وشك تحس ان الدنيا حلوة. طب حلو والله، في فعلا في طاقة حلوة لما حد بيبتسم. الموضوع ده مش يعني سيبك من فكرة علميا أو مش علميا، بس فعلا بيأثر إننا نبتسم في وش بعض، سلام عليكم عاملين ايه أخباركم كده يعني. تبقى دي فعلا غير لما تقعد زي الطوبة جنب حد فجأة. تبقى قلة الذوق دي بقت مثلا بقت منتشرة أوي، انت فجأة تكون قاعد فجأة تلاقي حد زي الطوبة راح قاعد جنبك كده، ولا سلام عليكم ولا أي حاجة. في الأماكن العامة بالذات مفيش استئذان، أو حتى مثلا لو في كورس ولا في أي حاجة برضو انت قاعد فجأة في حد عاجبك. ففعلا تحس فعلا، بحس فعلا السلام عليكم دي بتعمل ألفة. أو مش لازم حتى هتبقوا زمايل بعد كده، بس هو أنا عليا فعلا عليكم السلام، يعني إيه، اديتك الأمان. يعني حلو أوي، حلو يعني. قلة الحاجات اللي احنا كنا بنعملها بشكل طبيعي زي السلام وزي الجيرة وزي الحاجات، قلتها بقت فعلا بقت بتحسس الواحد فعلا بأهمية اللي هو الحاجات الرسول اللي كان بيقولها لنا، ازاي كانت هتفرق في حياتنا. احنا كنا بنعملها بشكل طبيعي أصلا، يعني كان جزء من الثقافة المصرية. دلوقتي بقت طبعا بقينا داخلين على الثقافة الأوروبية، وبقى التدين هو شكله بس. بس الجيرة راحة في يعني في ذمة الله، صلاة الرحم راحة برضو كذلك. كل الحاجات اللي كنا بنعملها بشكل طبيعي وجزء من ثقافتنا وقفناها، وبقينا بس مركزين في الشكل وفي الحكم على الشكل. وقد ايه نتمنى اللي قدامنا ده يبقى قريب من ربنا شكلا، واللي قدامنا دي تكون اتنقبت وسلامة حفظت القرآن كله، يبقى كده بقت أمورة جدا، وبقت خلاص إن شاء الله احنا كده ضمنا لها الجنة بإذن الله. كلنا يعني هنروح الجنة لو عملنا زيها. فاحنا كنا جيران حلوين، كنا لازم نسأل على بعض. آم، كنا بنسلم في ذوقيات، يعني في ذوقيات اللي هو مثلا أبلة فضيلة برضو كان ليها دور في الحكاية دي. حتى ليها أصلا إذاعة، تمثيلية إذاعية اسمها مسلسل إذاعي.
فقرة إذاعية اسمها شكرا وآسف. تعلمك ازاي تقول شكرا وآسف، مش انت يعني، قصة للأطفال. حد يعني كان من جيلي يعرف أبلة فضيلة، كانت بتيجي الساعة 10 في الراديو، ف10 الصبح. اوكي. أيام حلوة. ف فالحاجات دي علمتنا ذوقيات العادية اتربينا عليها يعني. الأكبر مننا نحترم، نقول له حضرتك، أي تقدير، ما نردش على الأكبر مننا يعني. أنا ممكن متضايقش على فكرة من الجيل الجديد إن هو مش متربي، أهلهم عندهم مشاكل. أنا فاهمة إن أهلهم يعني هما اللي بالينا بالحكاية دي. وبرضه الحاجات بقى مفيش حاجة في التلفزيون بتقول لهم الصح والغلط يعني حاجة اسمها فطرة يعني. حتى احنا وصلناهم على فطرتهم، أو ما حدش تدخل من أهل في تربيتهم، يعني هتطلع أحسن من كده بكتير. بس فكرة إن احنا المفروض إن احنا كجيل واحد المفروض اتعلمنا الحاجات دي ما عدناش بنعملها، معادش فيه الذوقيات اللي هي بتاعت السلام عليكم وعليكم السلام، نستأذن من بعض. الحاجات دي بتفرق على فكرة يعني. قلة الذوق بتفرق، والذوق بيفرق في التعامل وبيخليك يعني. انت برضه زمان لما كنت بتروح تشتري أي حاجة من المحلات اللي جنبك، بقالة ولا أي حاجة، البقالة دي هي السوبر ماركت بس حاجة صغيرة. برضه الأجيال الجديدة، الأجيال قدي ما نستهبلوش، انتوا عارفين يعني بقالة مش كفاية، مش ناقصة استظراف يعني. ف كنت بتلاقي اللي هو صاحب البقالة يعني تقريبا بيبقى عنده الروقان، اللي هو ايه، يتكلم معاك بابتسامة. يا حبيبي طيب هتحسبها ازاي، يقعد بقى معاك كده. شوف انت عنده رأي ان هو تقريبا تقعد انت تحسب الحاجة، وشوف انت تعرف تحسب ولا لا. فبحس تقريبا انا اتعلمت الحساب او حاولت اتعلم الحساب، وحسيت الحساب ده قد ايه مهم لما كنت اروح اشتري اي حاجة من البلد جنب بيتي. يعني كانت الناس كده، مش هقول لك على فكرة ما كانوش يعني مش احسن، يعني مش ناس مثالية يعني ولا احسن ناس، ولا هقول لك جدعنة يعني ما شفتش بصراحة في حياتي الحكاية دي. بس الطبيعي كان الطبيعي اللي هو يعني السلام عليكم وعليكم السلام. البياعة كان لطيف عادي. لكن تحس دلوقتي البياعين بيحاولوا اللي هو ايه، اطلع بره، ما فيش، ما عندناش يعني. تحس هو كده برضو. الإنصاف من ناحية تانية، في ناس رخمة يعني، في مشترين رخمة اللي هم بيحاولوا اللي هو ايه، اللي بيشتروا منه حاجة ده بيزهقوه، رايح جاي راح هات لنا، شوف لنا، اللي هو فكر برضه. حتى بيستخدموا صيغة سخيفة كده، مش اللي هو مثلا لو سمحت عايزة كذا، لأ روح شوف لها، طب هات لي منها، طب اقطع لي منها، طب بكام دي. وأسلوبهم سخيف كده. ف بس ما ينفعش اتعمم. ما بقى ليه زمان بتوع زمان كانوا معلمين إن كانوا يعرفوا يفرقوا مين قليل الذوق، يعرفوا يتعاملوا معاه، السخيف يعرفوا يتسخفوا عليه، المحترم يعرفوا يتعاملوا معاه باحترام. لكن ما كانوش بيدوا وش لكل الناس يعني. يطفشوا الناس اللي هي عايزة، الناس اللي فعلا مش جاية تغلس ولا حاجة، ولطيفة أسلوبها لطيف، ما بتقعدش جاية تتأمر وكده. لا السخافة زادت أوي، أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه، بس الصراحة ده كتير. فأنت أي إرهاب اجتماعي حاسس بيه، أنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك، إحنا كلنا معاك. ماشي. أنا عارفة الفيديو شوية بعيد على فكرة الإرهاب الاجتماعي وأعراضه، وأنت خجول ولا مش خجول، بس هو بصراحة فعلا التعامل مع الناس بقى صعب. وللأسف كلنا بنقول نفس الكلام يعني، إحنا كلنا بنشتكي من بعض. فمش عارفة العيب في مين. سلام. بيقولوا لي العيب في مين بالمرة. سلام سلام.